في واحد المسجد عامر في رمضان الناس كانوا واقفين كيصليو في التراويح. صوت الامام كتسمعو كيشدك التبوريته. كانوا شي ناس كيبكيو وشي ناس كيدعيو، ومن بين هاد الناس كاملين كان واحد الشخص سميتو سليم واقف كيشوف الساعه، كيحسب غير شحال بقى الامام ويسلم. هو كيعرف ان هاد الاحساس ما كانش فيه من قبل، حيت قبل كان كيتخشى، كان كيحس. دابا كيحس غير بالفراغ، وكل ليله نفس السؤال كيعاودو: علاش ما بقيت كنحس بتا حاجه؟ سليم ماشي بعيد على الدين، ولكن قبل ما يجي للمسجد كان كيدوز ساعات في التليفون ديالو، ريل ورا ريل، صوت ورا صورة، ضحكة ورا ضحكة. مرة مصدوم، مرة ضاحك، مرة محفز. الدوبامين طالع حتى للسقف. ومن بعد كيوقف في الصلاة اللي كيكون فيها السكون، البطء، الآيات كيتعاود، ركوع سجود، وعقلو هو ما بقاش متعود على الهدوء. ما كانش المشكل في الصلاة، المشكل ان قلبه تعود على الضجيج والمعاصي. اخطر حاجة ماشي انك ما كتحش، اخطر حاجة انك كتولي متقبل انك ما كتحس، كتصلي بلا روح وكتقول نصلي وصافي. وهنا كتوقع اخطر حاجة، اللي هي كتحول الصلاة الى عادة وماشي لقاء بينك وبين اللي خلقك. يمكن حتى انت وصلتي لهاد المرحلة. واحد النهار هاد سليم هذا خرج من التراويح وما حس بتا حاجة، لا دمعة لا خشوع لا اثر. وقف قدام باب المسجد وحس بواحد الخوف رهيب. المشكلة ماشي الخوف من الله، الخوف من انه ولا بارد. وقال في الداخل ديالو: الا بقيت هكا غادي نولي نصلي غير بالجسد وندير غير في الحركات. وهنا تقهر قهرة ديال العذاب، وهاد القهرة هي اللي كانت البداية ديالو. هاد سليم هذا ما جاتش عبادات، ما دارش برنامج جديد، دار غير ثلاثة د الحوايج بسيطة ولكن صادقة. اولا، قبل من الصلاة ب15 دقيقة حيد الهاتف ديالك، ما تهزوش، ماشي غير سايلونس، حيدو بعدو عليك في مرة، حيت عقلك خاصو يهبط من السرعة قبل ما يدخل في الحضور ديال الصلاة اللي كتكون سكون وبطء. ثانيا، بطئ الصلاة ديالك عمدا، وسطر لي على هذا عمدا مزيان. زيد واحد 5 ديال الثواني في السجود، سكت بين الآية والآية، خلي الكلمات تدخل بشوية، حيت الخشوع ما كيجيش في العجلة. ثالثا واللي هي الأقوى، سليم ما قالش شي دعاء محفوظ ولا شي حاجة، قال شي حاجة اللي بسيطة. وهاد سليم راه ما تبدلش فجأة، بدات فيه واحد الشرارة صغيرة، دفء صغير، وراه عاد بدا كيتبدل. وهاد المرة ما كانش إحساس صناعي، كان الإحساس حقيقي يا صديقي. إلا كنت يا صديقي ما كتلقاش اللذة في الصلاة، فراك ماشي منافق ولا شي حاجة، راك فقط غير مستهلك. والعقل ديالك إلا عمرتيه بالضجيج في النهار كامل، راه ما غاديش تجي تطلب منه يدخل في الخشوع. وغادي يدخل الخشوع، راه ما كيجيش بقوه، كيجي بالتفريغ. دابا خصك تجرب هاد 3 ديال الخطوات هاد الليله، وخلي سؤال واحد اللي يدور في بالك: والصلاه اللي فقدت الطعم ديالها، ولا انا اللي وليت مستهلك؟ وكتب لي في التعليقات صديقي نرجع قلبي.